أنا مش نفس الشخص اللي كنت عليه زمان. سألت نفسك كم مرة العبارة دي؟ إيه اللي حصل معاك ممكن يخليك تاخد بوز مع نفسك كده من الدنيا اللي عمالة تجري حواليك وتقول إن أنت مش نفس الشخص؟ وإيه أكتر موضوع ممكن يخليك تعرف وتتأكد إن أنت ما بقتش نفس الشخص؟ احنا النهاردة هناخد موضوع من مواضيع كتير، بس موضوع مهم بيفرق انت بتهندل دنيتك ازاي. النهاردة هنتكلم في حاجة ممكن تبان تشيزي شوية. هنتكلم في الحب بس من زاوية تانية، هنتكلم من منظور الأفعال أكتر من منظور الفراشات، لأن احنا زهقنا فراشات في الآخر بتقلب بدبابير. الحب قرار بمنتهى البساطة أي طفل ممكن ياخده، بس الجواز عايز راجل. بص يا معلم، احنا البودكاست بتاعنا يعني كان هيبقى قاعدة على القهوة، بس قاعدة على القهوة اتعمل من 20 سنة تقريبا، فكنتش عايز الحاجة تبقى مكررة، بس هي زيها كده بالظبط. فبمنتهى البساطة الحب قرار أي طفل يقدر ياخده، بس الجواز ما يعرفش أطفال. لو بصيت للحب زمان وانت في المدرسة أو في الكلية وانت 15 سنة وانت 18 سنة، انت بتشوف ممكن تقضي أطول وقت أو ممكن تقضي أطول وقت مع الطرف التاني ازاي. بس تعال ندخل في الجد، هتشوف الوجه الآخر من الحب. ما اقدرش أقولك الوجه القبيح، بس الوجه اللي هيعرفك انت قد الإحساس ده، معاك تمنه من الآخر، ولا هيفضل إحساس. الحب بيجي لوحده، لكن الجواز محتاج وعي، محتاج صبر، محتاج شغل من الطرفين، محتاج اتنين يعرفوا ان القرار ده مش لحظة رومانسية، دي حياة كاملة، مش حاجة هتاخد وقتها معاك وترميها. في ناس بتحب بجد، بس أول ما يدخلوا في الجواز بينهاروا. طب ليه ده بيحصل؟ لأن كان الحب خدوه على إنه لعب أطفال. كمل في جانب الإحساس، ما دخلش خالص معاهم في جانب المسؤولية. الحب امتحان للي يعرف يبني، مش اللي يعرف يحلم وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. أنا سام، وإيمانوفا رجعت معانا النهاردة، ودي ازيك يا حلقة حسام؟ جديدة. الحمد لله. إيه الأخبار؟ الحمد لله، كله تمام؟ كله زي الفل. أنا النهاردة مش هناهد كتير مع إيمانوفا، هي هتيك أوفر الحلقة لأن أنا صوتي طالع بالعافية يعني. فالحمد ألف سلام لله، الله عليك يا رب، يسلمك. ألف سلام يعني عليك. الحلقة دي بتتأجل، هل هتنزل في ميعادها ولا لا، هل هتلحق تتمنتج ولا لا، لكن احنا عودناكم ان في حلقة كل خميس، وان شاء الله هنفضل مكملين على ده. بإذن الله. فايه رأيك في اللي اتقال؟ شايفاه ازاي؟ بص يا حسام، أنا بالنسبة لي اللي أنت قلته ده كله valid 100%. احنا لو جبنا أي طفل في سن المراهقة، بنت أو ولد، هنلاقي عندهم مشاعر الحب اللي موجودة، اللي هي الحب في المطلق. لا، اللي يخضك بقى آه، انه مش سن مراهقة بس، انا شفت قصص في كيدز اريا. في في ده بيبقى استلطاف. وسبحان الله ربنا خلقنا، خلق ستنا حواء عليها السلام لسيدنا آدم للونس، فالراجل ما يقدرش يعيش من غير ونس، والست هي ونس الراجل. فسواء طفل بقى أو مراهق أو ناضج، إحنا بنأتنس ببعضينا. إحنا الونس ده خلق لنا في الجنة، ونزلنا بيه الدنيا، يعني نزلنا بيه الأرض. سيدنا آدم وستنا حواء نزلوا الأرض متفرقين، فضلوا في التيه يدوروا على بعض حوالي 40 سنة لو أنا مش مخطئة، بيدوروا على بعض. كان ممكن هما الاتنين كل واحد يعيش لوحده، صح؟ بالظبط. لكن هما ما قدروش، فضلوا هما الاتنين بيدوروا على بعضيهم يعني، إلى أن وجدوا بعضهم. الحب ده شعور فطري بيبقى جوانا، الراجل بيحب الست والست بتحب الراجل. لكن قرار الارتباط والمسؤولية، ده قرار زي ما بيقولوا كده لازم تاخده ست وياخده واحد راجل. يعني الرجولة تقاس بالمواقف، صح؟ طبعا.
قرار الارتباط ده من أصعب المواقف اللي ممكن تعدّي على البني آدم يا حسام. أنت مش بتلتزم بس ماديًا، أنت بتدّي نَفْسك، بتدّي أعصابك، مجهودك، وقتك للعلاقة دي. آآ وفي الأول وفي الآخر الجواز ده هو رباط مقدس ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيه، علشان يبقى الحب ده في العلن، في النور. بالظبط طبعا. ولذلك تلاقي أي ارتباط من أي نوع غير الجواز هو دايمًا في الضلمة. في مجتمعنا الشرقي على الأقل، لإن إحنا مجتمعنا الشرقي ملتزم بالدين، لكن برّه أديك شايف يعني ما الحياة selon facile. هنا إحنا ب ب بنعمل كما قال الله سبحانه وتعالى. فواحد يعني أنا آسفة في اللفظ اللي هاقوله، واحد مصاحب واحدة، مم. وواحد بيكلم مع واحدة، واحد مرتبط بواحدة، كل ده في الضلمة، ما فيش منه في النور، إلى أن يصل الموضوع لحد السلام عليكم يا عمي أنا جاية أطلب إيد بنتك، وقتها نبتدي إحنا نطلع للنور. في علاقات بيُحكم عليها من الأول من بدايتها إن هي تظل في الظلام، وده بيبقى قبول من الطرفين. وأنا من الناس اللي بتقول ومن مشجعين أوي فكرة إنه ما فيش حاجة بتحصل غصبٍ عن حد. يعني لو واحدة قبلت إن هي تفضل طول عمرها مع واحد في الضلمة، حبيبتي أنتِ ضيّعتِ عمرِك، وقبل عمرِك ضيّعتِ دينِك، علشان علاقة آثمة لن تعطيكِ شيئًا إلا الخزي في الدنيا والنار في الآخرة. حلو كده؟ حلو. فأنت ضيّعت لنفسك دنيا وآخرة عشان إيه؟ الحب. أنا آسفة أنا آسفة. اللي قدر ياخدِك ويخرج بيكِ ويفسّحِك ويوديكِ هنا وهنا، معلش يقدر يوفّر الفلوس دي بتاعة الخروجات، يروح يجيب له بيها شقة يأجّرها. إحنا عارفين دلوقتي إن التمليك بقى في متناول الbaby boomer. آآ للأسف. لل مش للأسف أوي، لإن قدّامك الإيجار. مش قادر تأجّر حبيب قلبي إيجار جديد، روح أجّر إيجار قديم. لا زال في ناس لغاية دلوقتي بتعمل الإيجار القديم. فأنتِ اللي بتقبلي إن أنتِ تهيني نَفْسِك وتهيني كرامتِك بإن أنتِ تفضلي علاقة في الظلام. مش هيقدر في يوم من الأيام ياخدِك ويطلع بيكِ في مكان غير الأماكن العتمة اللي ما حدّش هيسأله فيها الست دي مين، واحدة هو جاي معاها. وكذلك الأمر بالنسبة للرجالة، في رجالة كتير بتقبل إن هي تعيش في الضلمة لإن هو ده طلب الست للأسف. مم. هي مش عايزة العلاقة دي تطلع للنور، أنا عاجبني حياتنا كده، ده بقى حاجة مؤسفة بصراحة. أنا للأسف دي حقيقة. باشوف الحاجات دي وباستغرب. يعني إحنا طول عمرنا نقول الراجل هو صياد. لأ، أنا اكتشفت إن في ستات دلوقتي بتمارس الصيد، والصيد مش عشان الحلال والعياذ بالله، ده بتطلب علاقات في الظلام تمامًا. طب ليه؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لمّا خلق سيدنا آدم وستنا حواء خلقهم لونس بعض، وكان ده حلال ربنا في وقتها. آآ إحنا كأديان سواء يهودية، مسيحية، إسلامية، ما فيش ولا دين من ال3 أديان دول بيقول لك العلاقة ما بين الست والراجل برّه رباط الجواز دي علاقة حلوة. لأ، كلّها علاقات محرمة. ليه أنا أعمل في نفسي كده؟ هو القرار بتاع الحب أي عيل صغنطط يقدر ياخده. قرار الجواز والارتباط ده قرار لازم ياخدوه 2 ناضجين، أولهما رجل وثانيهما امرأة. واللي يعرف معنى كلمة امرأة ده ست مش هينة، الست اللي عارفة قيمتها، عارفة مكانتها، الست اللي مش هتقبل إن هي تستمر في علاقة ما لهاش ملامح. والرجل اللي إحنا بنقول عليه رجل في اللغة العربية، مش اللي مكتوب في البطاقة زي ما أنت قُلت النوع ذكر. لأ،
لازم يبقى رجل بكل ما لمعنى الكلمة من رجل، إنه أنت راجل هتتحمل مسؤولية، عندك استعداد إن أنت تتحمل مسؤولية بيت وست وعلاقة تطلع للنور وكل ده، مش مجرد إن أنت شوية فلوس هتصرفها هنا ولا تصرفها هنا. معلش يعني ما هو في أنا آسفة، في علاقات زي الزفت وبيصرفوا عليهم مبالغ طائلة. بالظبط، ما بقتش المادة هي محور الموضوع دلوقتي. الله ينور عليك، المادة مش محور الموضوع، واللي بيعوز حاجة بيعملها، لكن انت لازم تكون على قدر المسؤولية قبل ما تنطق بكلمة انا عايزة اتجوزك لأي واحدة. لازم تبقى انت واثق تماما ان انا قد الكلمة دي. احنا دلوقتي بقينا نقابل شباب، وللأسف بنشوف ده في حياتنا اليومية، بنات من بناتنا يجوا يحكوا، وشباب من شبابنا يجوا يحكوا. يعني أنا سمعت في يوم من الأيام شاب كان بيتباهى، يعني والعياذ بالله كان بيتباهى ان هو انت عارف مفتاح اي واحده، اقول لها بس انا عايزه اتجوزك، بس انت تعمل اللي انت عايزه. ايه يا حبيبي هتعمل اللي انت عايزه؟ حبيبي إيه، سيبك من امك، سيبك من اختك، سيبك من اي حد. انت نسينا ان في حاجه اسمها من طال عرض امرئ سيطوله الله سبحانه وتعالى في عرضه، في بيته، في عقر داره. يعني اللي بيفكر ان هو يلعب بأعراض الناس، ربنا إلا الأعراض، ربنا سبحانه وتعالى هيردها لك في عرضك. واوعى تفتكر ان عرضك ده مجرد ان انت تتجوز، يكشي تعيش وتموت من غير ما تتجوز. هينالك في امك، في اختك، في ولاد خالاتك، في كذا، هينالك لا محالة، لان ربنا بيرد المظالم. طبعا. ولازم تشوف، يعني كان عليه رحمة الله شيخ محمد متولي الشعراوي، كنت سمعت له درس بيقول فيه انه لا يموت المظلوم حتى يرى مظلمته من الظالم بأم عينه. ربنا ما بيسيبوش يموت قبل ما يشوف حقه بيجيله. كلمة مريحة جدا، جدا. انها كده كده يقين هي جاية هي جاية جاية. ومن غير ما واحد تدور. انت مش مضطر تدور اصلا، انت عندك رب سبحانه وتعالى، هو قادر على ان ياتي لك بمن ظلمك، وهيجي لك باكتر من حقك وعليه حبه كمان. خلي بالك، انا شفت ناس يا حسام، وده بأم عيني، انا شفت ناس دعت على ناس تانية كانوا ظالمينهم. اقول لك ايه يعني، والدعوة كانت كالآتي: اللهم اسقيه من نفس الكأس التي سقانيها. الدعوة كانت كده بالظبط. وعايزة أقولك إن اللي قال الدعوة دي، الشخص اللي ظلمه ما مشاش من المكان اللي هو فيه غير بنفس الموقف اللي عمله مع الشخص اللي دعا عليه. فما نستهونش يا جماعة بقلوب الناس، إنما الأفئدة لله يقلبها كيفما يشاء. يعني القلوب دي بتاعت ربنا، فما نلعبش بقلوب الناس. فحبيبي عايز تتجوز واحدة ومقصدك فيها الحلال، قول. عايز تلعب بواحدة، لا والله زي ما كانوا بيقولوا زمان كده في الأفلام الأبيض وأسود، أنا راجل مش بتاع جواز، ما تصدعناش معاه. يعني جملة مفتقدينها دلوقتي في الوضوح، ما تفهمنيش غلط. اه اه الوضوح، الوضوح زمان حتى في الغلط كان باين، ايوه. اللي هو انا دنيتي كده، واحد اتنين إيه، تلاتة. انا دنيتي كده. بس كل ده بيرجعنا لايه؟ ان انت بيجي عليك وقت يا حسام ن- تقول enough is enough، ونرجع
خلينا نرجع لموضوع حلقتنا الأساسي، اللي هو أنا مش نفس الشخص اللي أنا كنت عليه زمان. أنا عايزة أقولك إن الحلقة دي ما بيني وما بينك أنت هتبقى أقرب لاعتراف، فضفضة. ما هو دي آه، البوينت من تخاطيف، مفيش حاجة شبه التانية. فعلا هي دي كانت البوينت أصلا من تخاطيف. خلينا نقول إن احنا هنتكلم النهاردة عن جملة احنا كل واحد فينا أكيد قالها لنفسه في وقت من الأوقات. أنا مش نفس الشخص اللي أنا كنت عليه زمان. هي جملة بتوجع وبتريح وبتخوف وبتقوي في لحظات كده بنحس فيها ان احنا اتغيرنا، مش كده؟ طبعا. تبقى واقف كده وقفة كده حلوة كده قدام نفسك، مقصدي بحلوة وقفة، اللي هي الوقفة الصعبة دي، اللي هي الوقفة بتاعت enough is enough، خلاص لقد اكتفيت. تقعد بقى تحاسب نفسك وتراجع شوية ألم على شوية نضج بقى، وإيه زي ما بنقول شغل عالي برتغالي. بس خلينا ناخد الموضوع من البداية. مم. انت عشان تقف الوقفة دي مع نفسك لازم يبقى عندك أول شيء لحظة إدراك. اللي هتيجي من خميرة التجارب. الله ينور عليك، خميرة التجارب. بيجي لك لحظة كده تبص فيها لنفسك وتقول ايه ده، هو ايه العبط اللي انا كنت بعمله ده، ايه ده، هو ايه التصرفات اللي انا بتصرفها دي، ايه الحياة اللي انا عايشها دي. اللحظة دي بقى اللي انت هتلاقي نفسك بتقول لنفسك كده، دي لحظة انت بتيجي. مش مخطط لها. لا خالص، وفي الغالب الناس كلها هتشترك في نفس الحتة لما تعملي قيمة للي ملوش قيمة. انت انت قاريني يا معلم. لما لا دي بجد. تعمل قيمة. دايما الوقفة اللي مع نفسك هتيجي، اصل احنا مش متوحدين، مش قاعدين في الدنيا لوحدنا. صح صح. هي تجارب، ومش لازم على فكرة يكون الموضوع ارتباط او الى اخره، لا هي تجارب. ممكن تكون مع ايوه اصحاب، ممكن تكون في مكان شغل. بالنسبة لي انا كنت في اماكن متدنية كتير، الناس مستغربة انا فيها، وما بحاولش اكتر عشان كنت خايف. لحد ما enough is enough زي ما قلتي كده، مرة واحدة لقيت الموضوع بوخ قوي. لا هو في ايه اللي بيحصل؟ لا تعالى ناخد، تعالى نجرب، تعالى نفشل زي الفل. ما هو الفشل ده من سكك النجاح. لكن انت تقعد ما بتعملش حاجة، لا ده الفشل احسن منك. لحد ما الحمد صح. لله مرة في التانية، الحمد لله عشان ومش بكلم عني او عنك، بتكلم عن الناس الاسوياء عموما، ده ما غيرناش كبني ادمين، ما خلاش نشوف نفسنا على الناس اللي احنا كنا في وقت من الاوقات. ده وسط العمل بتاعنا، وده الناس اللي احنا بنتعامل معاهم كل يوم. لا بس هو بس خلانا نعرف قيمة نفسنا احنا. مش لازم عشان تعرف قيمة نفسك تقلل من الباقي. صح. فهي دي بقى بص، بتجيلك دايما من التجارب. وفجأة بتيجي فجأة، في وقت على فكرة انت بتستغرب له، اللي هو ايه ده، هو انا ايه الفوقة اللي جات لي كده، ايه ثورة التصحيح دي. لان انت بعد اللحظة دي اللي انت بتقف فيها قدام نفسك انت بتغير كل حاجة. ب... 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 بتهد المعبد على اللي فيه. ما احنا بنبدأ على نضيف في بقى. انت بتبدأ على نضيف فعلا. بس انت بتبدأ على نضيف بعد ما بتكون بتحس ان في حاجة اتكسرت، بس كان لازم الحاجة دي تتكسر عشان حاجة تانية تتولد مكانها. يعني بالظبط. مثلا انا هقول لك عن ايمان. انا زمان مثلا كنت بزعل بسرعة، اتأثر بسرعة، اصدق الناس بسرعة، اسامح في حاجات كتير في حقي بسرعة، اللي يستحقوا واللي ما يستحقوش. وبعدين حصلت شوية مواقف كده معينة وصدمات كده، اكتشفت ان لا، هو دي مش ايمان، دي مش ايمان خالص. لقيت ردود افعالي اتغيرت، وجهة نظري في نفسي اتغيرت.
طريقتي في التعامل مع غيري كمان اتغيرت. فايه ده؟ ايمان، انت مش انت ايه اللي حصل لك؟ بعدين عملت مقارنة ما بين نسختي القديمة ونسختي الجديدة بقى. رجعت كده وراجعت بقى كل القديم ده وكل الجديد اللي بيحصل في حياتي حاليا، اللي انا هو الحاضر بتاعي، والقديم اللي انا كنت عليه من كام سنة. لقيت ان في 2 ايمان. بالظبط، احنا بنبص على الموضوع من بره منظور الشخص الثالث. احنا شايفين الجديد والقديم دلوقتي، احنا مش طرف ايوه، فيه، احنا باصين من فوق. يعني مثلا خليني اقول لك شوية حاجات كده انا اكتشفتها. ايمان مثلا زمان كنت بفكر بقلبي الاول مم. على طول. كنت بدي الناس فوق حقها بكتير، فوق مكانتها بكتير. كنت دايما اجي على نفسي عشان ما ازعلش حد. حتى لو انا اللي بزعل مش مهم، المهم ان انا انام كده. عارف انت وجهة نظر اللي هو انا انام، ما حدش زعلان مني، اللي هي وانا اتحرق. وانا اتحرق. وده مم. جاب لي امراض لعلمك. ده خلاني تعبت، خلاني عييت، خلاني كنت بروح المستشفى. عندي على طول كتمة كده في قلبي، اروح يكشفوا عليا، يعملوا تحاليل كلها، يعملوا لي كونسولتو، مفيش حد عارف حاجة. لحد ما توصلت بقى بعد كل ده لإيمان دلوقتي. إيمان دلوقتي إيه؟ إيمان دلوقتي واعية أكتر، هادية أكتر، عارفة هي عايزة إيه، عقلانية أكتر. بقيت أعرف كده أقف مع نفسي، أوزن الأمور بشكل صحيح، وإن مش كل حاجة تستاهل رد فعل. في أفعال كده من ناس ما تستاهلش الرد أصلا، ما تستاهلش التفكير فيها. والأهم من كل ده إن مش كل الناس تستاهل وجودي في حياتهم. مش كل الناس تستحق إيمان، لأن إيمان بلا عنجهية بلا كبر، إيمان شخص كويس. وأنا دايما أقول للناس رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. مش عيب إن أنت تعرف قدر نفسك، إن أنت إنسان كويس، وإن أنت كإنسان كويس في ناس تستحق التواجد في حياتك وأنت يستحقوا إن أنت تتواجد في حياتهم، وفي ناس لأ. زمان مثلا كنت بسامح في حقوقي أسرع ما بتنفس، يعني النفس ده بتاع الأكسجين إن ثاني CO2 أوت، كنت بسامح أسرع منه. مم. دلوقتي بقيت أفكر هو يستاهل إن أنا أسامحه؟ هي اللي هي عملته ده يستاهل إن أنا أتغاضى عنه ولا لأ؟ زمان كان أي حد يقدر يكسر حدودي، طفل معدي في الشارع. دلوقتي لأ إطلاقا، في خطوط حمراء واضحة ومحدش مسموح له يعديها، وده مش غلط. لا بالظبط، والا ما كان هنبقى اتوجعنا على الفاضي. لو مش هنتعلم يبقى الوجع اولا كان على الفاضي، ثانيا مش هيقف، ده هيكمل وهيزيد. الله ينور عليك. وبعدين يا حسام، انت لو ما حطيتش حدود ما بينك وما بين البني ادمين، البني ادمين هتقتلك قهرا. حصل. يعني انت دلوقتي، انا لو ما فيش حدود ما بيني وما بين حسام، انا هفضل اخد 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 اخد، وما عنديش ادنى اهتمام هو حسام ده يحصل له ايه. بالظبط، انا باخد اللي انا عايزه خلاص. بالظبط كده. ومش مهم بقى حسام يحصل له ايه، انا المهم ان انا انا خدت اللي انا عايزه، وانا مش شايف من حسام اي حدود واضحه قدامي تمنعني ان انا اخد اللي انا عايزه. وهنا بيخلي الغلط مشترك، اللي بيتمادى هو ملقاش حد يوقفه. الله ينور عليك. طيب، حاجه زمان كنت بخاف قوي اقول لا، افكر 300 مره هي لا دي هتزعل الناس،
طب ما انا اقدر اضغط على نفسي شويه واعمل كده، مش عارف ايه كده. دلوقتي بقى لما بقولها من راحه ضمير كده وانا قاعده كده، وزي ما بيقولوا كده هوت ايه، بضمير صافي وهادئ، لا، بالظبط. ما هو وبقولها كده بمنتهى بص الشفافيه، وانا بحترم نفسي ومراعيه جدا لنفسيتي، ومش كره لحد على فكره، مش تقليل من حد. ما بقولش لا دلوقتي لان انا اقدر اقول لا، لا، انا بقول لا لان ده مش جاي على سكتي، مش مناسبني. زمان كنت اخاف ان انا اقول لا، حتى لو مش مناسبني اقول لا ماشي حاضر هعمل واسوي واروح واجي واطلع وانزل. دلوقتي لا، لا، ده هيجي على صحتي، لا، ده هيجي على نفسيتي، لا، ده هيجي على مادياتي. اما بيجي لك الوقت ده بقى اللي بتقعد فيه ما بين النسختين دول، ايمان زمان وايمان دلوقتي، بتكتشف ان الاتنين مهمين. بس المودريشن. المودريشن، وانت القديم بتاعك ده هو اللي علمك، والجديد ده اللي خلقوا الخبرات والصدمات والمواقف اللي مر بيها القديم، ده هو ده اللي بيحميك ان انت تكرر اللي كان بيحصل في الماضي. مش بيحميك انت بس، وبيحمي الناس منك، لان انت لو قتلتي القديم هتعملي اللي كان بيتعمل منك زمان، وهتنورماليزي ده. طب ما انا اتعمل فيا زمان ده. بالظبط. you've got the point على فكرة. اللي هو ايه، اللي هو زي اللي يقولك ايه، البني ادم اللي حصل له تروما زمان بيعيش وبيكررها تاني. زي مثلا ايه، اللي كان بيتضرب من اهله طول عمره زمان، بيكبر بيضرب عياله، هو لو عارف هو موت ده، دي القديم التربية. لو موت آه، القديم لو موت القديم هي دي الصح. ما انا اهلي ربوني كده. زي الناس اللي تطلع تقول لك ايه، هو ايه يعني ان احنا نضرب عيالنا؟ ما احنا اتربينا بالضرب يا عم، احنا هو بني ادمين وبتاع. لا حبيبي، ده انت عندك تروما، انت لا تدرك عمق تأثيرها جواك. انت فاكر ان انت لما بتفتكر ان بابا لما ضربك زمان بالشبشب وزعق لك علشان مسكت بس ريموت التلفزيون، فانت عملت كده في ابنك، انت بتقول انا لما عمل لي ابويا كده ما حصليش حاجه، هو مجرد تذكرك للذكرى دي، ده تراما. طبعا. وانت بتكرر تجسيدها تاني في اطفالك، بتعمل لهم ذكريات زي الزفت تاني عنك كأب او عنك كأم. طيب، نوصل لحتة مهمة جدا، ان الوجع ده اللي حصل لك بسبب اللي كان بيحصل لك زمان، الوجع اللي انت فيه هو اللي بيخليك اقوى، لان محدش بيتغير من فراغ. يعني بمعنى ادق، ما فيش حد بيصحى بين يوم وليله كده يلاقي نفسه ويقول لك انا قررت ان انا اكون انسان جديد، وانا مش هعمل كل اللي انا عملته زمان، واللي حصل فيا ده مش هيحصل ويتكرر تاني، غير لما تكون مريت حرفيا وبكل ما للكلمه من معنى على نار. انت تم قولبتك في جوه اتون من نار. يمكن انا وانت عارفين، لان احنا واصلين لسن يعني نقدر نقول ان احنا ناس ناضجة، انه ده اللي احنا بنسميه الخبرات. اه. الخبرات هي اللي بتكون، اللي بتشكل البني ادم، لكن الخبرات الموجعة هي اللي بتشكل البني ادم اكتر. يعني في وجع معين كده، انت بتبقى مش قادر توصف عنه اي شيء غير ان هو معلم جواك، الوجع اللي كسرك. بس في نفس الوقت الوجع ده هو اللي بناك من اول وجديد. مواقف كتير ممكن تكون عدت عليك، مواقف ما كنتش تتوقع ان هي تحصل، بس حصلت، هنعملها ايه؟ اتجرحت، اتوجعت، مواقف خدت منك كتير. بس في وسط ده كله حسام، انت كل يوم بتفهم اكتر، صح؟ طبعا. كل يوم بيعدي عليك
تشوف الدنيا بمنظور جديد. وده أهمية القديم، لأن القديم هو اللي هو اللي بيوريكي، هو اللي بيجيلك، هو اللي بيجيلك ينور لك تقريبا هو اللي بيسأل الأسئلة دي، مش حد تاني. وهنا أهمية القديم في حياتنا، القديم اللي احنا ما كانش عاجبنا زمان، ده اللي هيخلينا ناخد الكويس اللي فيه. لأن احنا لو قضينا على القديم احنا هنعمل اللي اتعمل فينا، اتضربنا هنتضرب، أذينا صح هنتأذي. صح القديم ده هو حد فاصل، حاجة خطيرة جدا بتخليك هل انت اتلوثت باللي حصل لك ولا فضلت زي ما انت بمعدنك الأصلي. صح. فوجود القديم لا محالة مهم. وجود القديم ده الحاجة اللي هتوقفك انك ما تبقاش أسوأ نسخة من نفسك. الله ينور عليك. وجود القديم ده هيخليك تحسب كل خطوة انت بتاخدها، اللي هو انا الخطوة دي وجعتني، بس هل هي لازم ان انا اخطيها حتى لو كان على حساب الاخر؟ بس انا هبقى موضح للاخر، على الاقل انا محدش وضح لي ان الخطوة دي كان لازم تتاخد، اللي وجعتني دي. على الاقل انا هوضح للاخر ان معلش، هو انا لازم اخد الخطوة دي تجاه الموضوع ده او تجاهك، علشان هو ده الصح، هو ده اللي لازم يحصل، هو ده الواقع اللي كلنا لازم نعيش فيه. هيخلي الإنسان اللي جواك حاليا قوي من غير ما تاخد بالك. عارف انت what doesn't kill you makes you stronger، اللي ما يموتكش يجعل منك أقوى. كيلي كلاركسون دي في ايه، احنا هنلعب في الثوابت. لا يا من قبل كيلي كلاركسون. لا انا عارفها مع كيلي الصراحة. على ايامنا بقى كان العيار اللي ما يصيبش المعيار اللي يدوش. ما يسيبش يدوش، صح. مم. بس هي مقولة أصلا، اللي ما يموتكش يجعل منك أقوى. أي المقولة دي حقيقية 100%. بس ما حدش بيقول لك بقى يا حسام ان القوة دي معلش بتيجي بعد دموع وانهيارات وبرابير كتير. مناديل 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 واقول لسه. احنا محدش بيوصل، محدش بيشوف الكواليس فيها ايه. لا لا، وسبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بس اللي بيشوف الكواليس فيها ايه. هو بيتقالك يا بختك رايقة، يا بختك في ناس، ما فيش ناس هتخرجي. انا مثلا بيتقال لي انا مثلا كل ويك اند بخرج، ايا كان في حد هيخرج معايا، مفيش حد شيء هيخرج جميل. معايا. بس لا في انا جاي. ناس اتقالت من اتنين بطريقة مختلفة. اتقالت من حد انا مبسوط جدا ان انت في الاجازة بلاقيك نفس الصورة في اماكن مختلفة، بس ايه بتعمل حاجة، بتعمل تغيير. ما كانش مشغل والاجازة نايم وخلاص، انا نفسي ابقى كده. وحد تاني بيتناول ده بطريقة تانية، بمعنى رايق انت حص والله مش في دماغك، تلاقي نفسك بينه وبين نفسك طبعا بمنتهى التلقائية الهي تروق رؤتي وتفوق فوقتي يا بعيد. ايوه يعني انا واحده من الناس اللي قلت لك ايه، هو يا ابني ما فيش غير مكان، غير اماكن، غير انفاق. مش لازم اقول عن يا الخشونة اللي جماعه عندي احنا هنغلط. اخرها المكان ده. مش لازم ادي جماعه كواليس خشونة، مش لازم ادي احنا كواليس غضروف. هنسمي قصه حياه حسام على الممر. طبعا من غير ما ندي تفاصيل عشان اكيد البودكاست هيتشير وكده هيعرفوا انا بقعد فين. لا مش هندي تفاصيل، بس في مكان كده حسام بيحب يقعد فيه، وعلى طول صوره على مختلف اشكاله، على مختلف البادي لبسه، ترانسفورميشن اللي عديت بيها. البادي ترانسفورميشن اللي هو عدى بيه، التغيرات الجسديه اللي عدى بيها طبعا، قبل الجيم وبعد الجيم وقبل الدايت وبعد الدايت. هو في ممر واحد. لا في ممرات تانية، لان هو الممرات دي في كذا فرع. بس الطابع في الممر. الحمد لله يعني طابع ربنا. الألبوم هنسميه في الممر. والله يعني أنا لما بدخل مثلا، طبعا حسام عندي على الفيسبوك وأنا عندي على الفيسبوك،
انا اوقات بدخل مش بعلق له على الفيسبوك، بدخل اقول له على الواتساب يا ابني ارحمني. انا شفت الممر ده في 3 طيب 4 صور قبل كده. طيب عارفة بقى واتس سو ايرونيك ان الممر ده امم اكتر حتة انا سألت نفسي فيها عنوان الحلقة. يا سلام. اكتر حتة سألت نفسي فيها انا مش نفس الشخص اللي كنت عليه. اكتر حتة بستغرب ان انا مثلا زمان كان معايا موبايل عادي تمام. وطبعا مطلع صور احلى من الموبايل اللي معايا دلوقتي، مم. بس عشان احنا مش بنتكلم في الموبايل، احنا بنتكلم في الشخص ما بقاش زي ما هو. بلاقي صح. نفسي بستغرب، بلاقي نفسي ممكن اكون دلوقتي جسمي احسن، دلوقتي مم. موبايلي احسن، مم. دلوقتي المكان اتغير واضاءته احسن. ليه مش عارف القط الصورة دي تاني؟ عشان انت ما بتلقطش صورة لنفسك في ويك اند، انت صح. بتلقط تجربة حياتية، مود معين، مم. حاجة انت عايشها في الوقت ده، خلاص راحت. على مم. فكرة مش دايما ان هي راحت اللي بعديها يبقى وحش، بس ساعتها انت بيبان عليك الاوت كام بتاع الجملة. مم. انت دلوقتي اتفتحت لك بوابة معينة ما كانتش مفتوحة الاول، دايما شغلاك، ففي وسط مشغول حتة ان انت مشغول بيها مش عارف ان انت مثلا تركز في الصورة او البوز اللي انت هتاخده، عشان انت ما بقتش نفس الشخص. اوكي. كنت الاول مثلا ممكن تهتم جدا بحاجة معينة، على حاجة ماشية مع بعض الساعة مع دلوقتي انت ممكن بتاخد صورة منتهى العشوائية وبتطلع احسن، عشان مش انت نفس الشخص. مم. عايز بعيدا عن الممر، يعني انت ممكن تشوف لك مكان تاني احسن، بس لو ليك مكان واحد بتتصور فيه، حتى لو حد انت مثلا، مم. في ناس موبايلها كل صور بس ما بتنزلش حاجه. مم. انا بصراحه بنزل صور كتير يعني مش هكذب، بس مم. دايما لما ابص على الصور دي، دايما لما بعمل بيفور اند افتر في الجيم، دايما لما بعمل اي حاجه، انت كل صوره قديمه بتقارنها بحاجه دلوقتي بتلاقي في عليك علامه ما كانتش موجوده زمان. وفعلا علامه مش لازم اقول تجاعيد او سن، احنا في نفس الحقبه الزمنيه، احنا شباب في ايه يعني. ما لا كانوش طبعا ما كانوا طبعا طبعا يا فندم، ما طبعا كانوش يا شويه فندم. خشونه يعني وغضروف اللي اوه هيقفلوا هو الواحد هو اوه للدنيا. اوه اوه جامي جامي بس جامي. بس الفكره في ايه بقى؟ ان انت في حته الكسره اللي قومتك، معلش الصقر عشان يرجع قوي من الاول بيكسر منقاره، بيكسر منقاره، صح. لما بيعمل ده هو بينعزل مفيش حد بيشوف. بينعزل وبيتألم ألم. يعني كان في دوكيومنتريز عن الموضوع ان هو بيتألم ألم بشع يكاد. يعني في علماء كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده يا حسام، كانوا بيقولك انه يوازي للبني ادمين آلام الولادة للمرأة، آلام نزع الأظافر للإنسان، لكن هو قربها جدا لآلام الولادة للمرأة يعني. بس لو ما عملش كده لو ما عملش كده مش هيموت. هيعيش، مش هيكمل. مش هيكمل. ولازم تبص للتغيير بالحته دي من المنظور، من منظور الصقر. ما تبصش الالم انه اخر الدنيا، لا. الالم ده وقودك للي جاي. صح. لو بصيت على اي حاجه، مش هنتكلم بقى في البحر والصياد والامواج، لا لا لا. مش هنخش في الكلام الملزق ده قوي، بس بص كده وحياتك هاديه، ايه اللي اتغير فيك؟ وحياتك متكعبله، ايه اللي بيتغير فيك؟ هتعرف فعلا ان الموج الهادي مش بيصنع بحر ماهر. بس انت ما تقدرش تتريق على المقوله دي دلوقتي، لان انت عشتها، انت شفت كل قلبه وكل مخمضه حصلت في جسمك كله، علشان في الاخر تبقى النسخه اللي انت عليها دلوقتي. ومش هتوصل للنسخه دي الا اذا كنت محتفظ بالشخص القديم. الشخص القديم ده ميزانك، المعيار بتاعك. انا عايزه اقول لك حاجه كمان يا حسام، انه في بالنسبه لي انا مثلا في ليالي كتير زمان كنت بحس ان مفيش بكره اصلا. يعني مفيش بكره، وبكره جه وبعده جه، وكنت واقفه اضعف من الاول، لا، اقوى جدا،
خليني اقول لك ان انا بعد الليالي العجاف اللي انا بسميهم الليالي العجاف اللي انا مريت بيهم دول، انا بقيت شخص اقوى من الاول بكتير جدا. واتغيرت انا اقدر اعترف بده لنفسي ولغيري وللناس اللي قالت لي انتي اتغيرتي، من الناس اللي قريبين مني جدا. والناس اللي قالوا لي الكلام ده ايرونيكلي، سخرية يعني، كانوا مم. هم الناس اللي خدوا مني كتير زمان. آه زمان لما كان حد مثلا يقول لي ايه ده انتي اتغيرتي قوي يا امان، كنت اتوتر واقول ايه ده، هو انا عملت حاجه غلط؟ ايه ده، في ايه؟ طب هو انا قلت ايه طيب يخليك تقول، واسال طب هو انا حصل مني حاجه زعلتك مثلا او زعلتك ده اللي مخليك تقول كده؟ دلوقتي ببرود اعصاب، اللي هو برود اعصاب السيريال كيلر ده، فين المشكله؟ مشاكلك فين؟ تعال نحلها طيب. لانه الطبيعي ان احنا بني ادمين، احنا بنتغير كل يوم، فانت مش متوقع مني كشخص ان انا افضل انا التيمة اللي موجودة. ما انا لازم اتعلم من اخطائي، والا ابقى بلا عقل. وربنا ميزنا بعقلنا ليه؟ عشان نتعلم من اخطائنا. المذنب يتوب، واللي عايش في حرام يعيش في حلال، واللي عايش في غلط يعيش في صح، وتفكر في افعالك واقوالك وي 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 وي. الغلط في حد ذاته ان انت تفضل زي ما انت، محلك سر زي ما بيقولوا. تيجي تسأل الناس دي بقى يا حسام، هو انتوا زعلانين عشان انا اتغيرت، ولا زعلانين علشان ما بقتش معاكوا زي زمان بنلوم رد الفعل بسكت كالعادة، وعديها؟ بنلوم رد الفعل كالحاجة وبننسى الفعل. الله ينور عليك. طب اللي ايه هو إن مم. اقول قول كملي كمل. كملي. م- م. لا لا بجد انا عايز اسمع الحتة دي عشان هتفرق في اللي جاي. آم، السؤال ده هيخليك تكتشف ان بعد التغيير اللي انت بقيت فيه، اللي هو للأحسن، اللي لازم يكون للأحسن، في ناس هتفرح لك قوي، وفي ناس هتبقى مرعوبة من القوة اللي انت بقيت عليها. ما هو ده هيعمل لك فلترة بقى للي حواليكي من غير ما تقصدي. بالظبط في كده. ناس بتعيش على ضعفك. لو شافت ايمان دلوقتي، لا تعالى نشوف حد تاني نشوف نفسنا عليه. الله ينور عليك. هو ده بالظبط المعنى الحقيقي للي بيخافوا من قوتك. هم دلوقتي إيمان أو حسام بقوا ناس تانية، ما بقيناش نعرف نعمل عليهم ألاعيبنا الذهنية أو العاطفية أو المعنوية. فإحنا هندور على ناس تانيين بقى علشان نسخة أضعف، علشان نمارس عليهم ألاعيبنا. ما خلاص بقى انت بتلاقي الناس بعدت من غير ما تعملي اي حاجة. اه. وفي ناس بقى أسخم من اللي بيخافوا من قوتك وهيبعدوا دول ويدوروا على حد تاني. في ناس أصلا بتحاول ترجعك لنسختك الضعيفة دي. لا دول عايزين حلقة لوحدهم. دول انا بقى اللي عارفهم لان اتعاملت بس معاهم كتير. انت اتعاملت معاهم كده. طب انا عايزه اعرف بس حاجه صغيره كده، اديني بس لمحه صغيره. حاجة صغيرة. مم. تمام. تعالي نتكلم عن اتنين كانوا غرقانين في كل حاجة غلط ممكن تتخيليها. اوكي. مش غرقانين مع بعض، لا هم غرقانين الثيم بتاع الحياة عموما غلط. غلط، اه. مش حاجة بينهم. في حد بيبدأ يفوق شوية، ماشي. هتلاقي مين اللي بيعايرك بالحاجة أكتر حد عارفك. تمام. هتلاقي مين اللي بيستكتر عليكي الكويس اللي انت فيه، هو مم. أكتر حد عارفك. حد هو خلاص غرق في الطين مم. ومش متخيل ان اللي بيلغوص معاه ده خلاص بيسيبه، انا كده هبقى في الطين لوحدي. رغم انه لو للاسف. فكر مم. في انه لو ظبط دي فيه هو مم. كسبان. مم. بس لا انت هتنسى ولا ايه؟ هتنسى القعده تنساش الفلانيه، نفسك. تنساش هتنسى نفسك. المعرفش ايه. طب يا ابني انت فين؟ اذا كان ربنا بيسامح انت مين مم. علشان توقف حياه الشخص ده؟ فانا شفت ناس كتير ما دول يمكن.
أنا آسفة لمقاطعتك، بس الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة ذكر والسلام. دول الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم. دول الناس اللي بتبقوا عون للشيطان على بعضهم. بالضبط، وإلا هتفسّري الغلط في رمضان بإيه والشيطان متسلسل. أيوه، الله ينور عليك، الله ينور عليك. ده أنا سايب شربت تلامذة نمسي. شارباها، ده أنا سايب تلامذة شارباها. لأ تعالَ أنت هتنسى والّا إيه؟ طب يا عم ما تسيبه ناسي، مين قال لك إنه ناسي أصلًا؟ ده آه، هو كويس عشان فاكر. هو كويس عشان فاكر فعلًا، عشان بيحرص إن هو ما يرجعش تاني. هتلاقيه واقف على رجله، هتلاقي نفسك غصبٍ عنك بتدور بسيرته، عشان أنت مش جاي معاك إن هو في إيه، لإن هو وراك ضعفك. لأ تعالَ، تعالَ أنا كمان أوقّعك. أيوه، في مقولة مشهورة بتقول: "أُجَرْجِرُك نحو السماء فتمسك يدي لتسقط بي في الوحل." يعني ترجمت بغض النظر إن هو مش هيوصل لدماغ ناس كتير من اللي بتسمعنا، بس إحنا ممكن يعني أبقى أنا، يعني زي ما بيقولوا كده إيه، أنا عايز زي باللغة الدارجة بتاعة اليومين دول، يعني أنا عايزة أنضّفك، وأنت الإيد اللي أنا بامدّيها لك عشان تنضف، تشدّني منها عشان تجرجرني معاك للغلط. تاني. ما خلاص أنا مش جاي معايا إن أنت ساعتها دول بنقول لهم يعني الوقفة اللي أنا وقفتها مع نفسي وباقول فيها مين ده، وده اللي عنوان حلقتنا النهارده. كل اللي هاعمله يا رب تُقفها قريب، لإن أنت طول ما أنت ما وقفتهاش أنت أكبر عدو لنفسك أكتر ما تبقى عدو للناس. أنت هتكسب راحة بالك. أنت لمّا تتغيّر للأفضل، أنت هيبقى في تصالح ما بينك وما بين حاجات كتير. ما بنشوفهاش كده للأسف، وإحنا تحت ما بناخدش النظرة اللي من الأفق، من النظرة اللي هي من فوق، بنبدأ نشوف الموضوع عامل إزاي، هتفضلي شايفة المتاهة. طب هنا آه. بقى، الرحلة دي دايمًا لازم في فترة من الفترات أو على فترات متباعدة، ممكن تكون متقاربة، ممكن تكون متباعدة على حسب التحديات اللي بنعدّي بيها في الوقت ده. دايمًا نفسنا القديمة بتيجي لنا، نسختنا القديمة بتيجي لنا. صح. طب إحنا ممكن نقول لها إيه؟ نقول مثلًا لحسام أو إيمان أو أيًا كان مين، حد كان في حتة وبقى في حتة أحسن أو في نُص الطريق ولسه بيحاول، وقابلنا نفسنا القديمة دي، ممكن نقول لها إيه؟ إيه رسالتنا ليها؟ رسالة هو للقديمة أنا ورسالة عايزة القديمة أسمع منّك أنت للجديدة. الأول. كالعادة. ما فيش احترام للبرد خالص. ما فيش احتمال، لا، لأ. طيب بالنسبة للقديم، القديم على فكرة القديم ما كانش ضحية أوي، لإنه القديم فيّا أنا كان دايمًا حتّة الإدراك دي وحتّة اليقظة كانت موجودة. للأسف يعني في الحرم كانت موجودة، وفي الغلط كانت موجودة، وفي التصرفات والفرص اللي بندّيها للناس وإحنا مش شايفين منهم غير كل أذى وحاجات ما تحتملش تأويل ولا احتمالين، حاجات بتحتمل حتى مش احتمال واحد، لأ حاجات ما بتحتملش غير يقين إن الشخص ده مثلًا توكسيك، نرجسي، بيتغذى عليك، إمم، إمم، بيستغلك، إمم. بنبقى شايفين وبنقول لأ لسه، ممكن نكون غلطانين. بس حسام القديم كان ممكن يعدّي لحاجات كتيرة جدًا لناس كتير عشان ما يبقاش لوحده، لحد ما في مفترق طرق أيوه. كده crossroads بيحصل مع حد بيورّيكِ قد إيه الوحدة دي أحلى من إنِّك تبقي مع الشخص الغلط، والشخص الغلط ده مش لازم يكون حبيب، مش لازم يكون زوج، ممكن يكون صاحب، ممكن يكون صديق، أيوه. صُحبة، ممكن تكون إمم. شُغلة، صُحبة سيئة. هي مش ممكن تكون شُغلانة أصلًا كمان، ممكن ما تبقاش شخص. إحنا شُفنا الدنيا عاملة إزاي خلاص ومع ذلك مكمّلين أولًا عندنا تخوّفين، خوف من التغيير وخوف من إننا نبقى لوحدنا. لمّا بتشوفي التعبان وهو بيغيّر جلده بيبقى لوحده، لمّا بتشوفي الصقر وهو بيكسر منقاره عشان يطلّع الجديد بيبقى لوحده. لو إمم. لقيتِ كل تغيير نوعي في أي حاجة سواء في حيوان لازم يحصل بيه أو في إنسان بيحصل له على مواقف معيّنة بتخلّيه يقف الوقفة دي مع نَفْسه، هتلاقي إن كل حاجة بتحصل
بتحصل وانت لوحدك. فوانت لوحدك ادي زعل حقه، اصرخي محدش سامعك، بحيث لما تطلعي من الحتة دي والناس تشوفك ما تشوفش اي حاجة غير اللي انت عايزة توريه للناس. في ناس ياما ما بتحبش توري ضعفها، على فكرة حقك، مش حاجة اقدر اخدها ضدك. اضعفي، اتعبي، اقعي، بس لوحدك. يمكن عشان انا ما جاتليش الفرصة ان انا حد يقف جنبي في الحاجة دي، فيمكن عشان كده ده بيخليني اقف جنب اي حد اللي شايفه رايح في نفس السكة. بس بلاقي سبحان الله هو لازم يبقى لوحده، بلاقي مفيش سمعان كلام، مفيش حاجة بتتغير، بلاقي الشخص ده سمع الكلام لما انا سبته. مم. وهنا هياخدنا لاحترام المساحات مع نفسنا ومع الناس. ما تحسش بالذنب وتشيل العالم كله فوقيك. ودي حاجة بقولها لنفسي، انا كنت دايما اي حد عنده مشكلة بحط نفسي فيها، بنسى بقى انا مشاكلي وحياتي، بستنزف، نومي بيبوظ، خروجي بيبوظ، مكالمات مع الشخص ده، وبنسى ان انا فرض نفسي عليه وان انا بفكر له، وده مش من حقي. ساعتها بتشوف التغيير اللي حصل لك، هتلاقي نفسك ان اصح حاجة ان انت تسيب اللي قدامك ده لوحده شوية، راقب من بعيد، مم. حاول توفر للناس اللي ما توفرلكش زمان، بس احترم الحدود. صح. لو هكلم اللي دلوقتي بقى، اللي دلوقتي هشكره على حاجات كتير منها انه مستحمل حاجات. لو نفسي القديمة شافت ربعها ما كانتش كملت، لا. في حاجات كنت عايزها ما جاتش، جت بعد سنة او اتنين، بس لو كانت في جت في الوقت اللي انا كنت عايزها فيه ما كانش كملت، لان ما كنتش هعرف قيمتها. ما تزعلش من وقعاتك، اشكر كل وقعة وقعتها، لان كل وقعة هتقومك زي الكروسبو. الكروسبو مش هيصيب الا اذا كان رجع ابعد المدى لورا. انت قوتك ممكن تبقى من وقوعك وانت مش عارف. صح. بمنتهى البساطة والسلاسة. ف انا بقى ايوه. آه، انا بقى لو قابلت نفسي القديمة دلوقتي هتأسف لها بصراحة. هتأسف لها عشان ان انا ما كنتش معاها وقتها. ان ايمان دي، يعني انا واحدة من الاشخاص يا حسام اللي بتكلم مع نفسي كتير، من الناس اللي عندها دايما حوار مع نفسها. آه، فهتأسف لها، هتأسف لها على كل المرات اللي استحملت فيها فوق طاقتها. آم، كل الناس والحاجات اللي حطتهم قدامها، حطتهم بدتهم على نفسها. هتأسف لها على كل المواقف اللي استنزفتها نفسيا وجسديا. آه، وهقول لها شكرا، يعني شكرا انك فضلتي واقفة. شكرا ان انتي ما كسرتيش. شكرا انك كنتي دايما بتقومي، آه، بتقفي على حيلك، حتى لو محدش شايفك ومحدش بيسندك انتي بتقفي على حيلك. انا النهاردة بفضلك انتي احسن واقوى واهدى واوعى واعقل وانضج. وعايزة اقول لها انه مفيش رجوع تاني، مفيش رجوع تاني لورا. ولا هرجع حتى لحاجة تشبه القديم ده خالص، ولا هحاول ان انا اعمل اي شيء يرجعني اللي انا كنت فيه، لانه بمنتهى البساطة مفيش حاجة تستاهل ان انت تزعلي. مفيش حاجة تستاهل ان انت تيجي على نفسك. مش كل علاقة لازم تكمليها، مش كل كلمة لازم تردي عليها، مش كل باب بتقفليه وراكي لازم ترجعي وتخبطي عليه عشان يتفتح لك. في ناس خرجوا من حياتك ودي كانت نعمة. في ذكريات هي موجعة بس بقيت لك درس. كنتي ضعيفة، ده مش غلط.
ده مش عيب. العيب لو كنت استمريتي ضعيفة، انتي بقيتي أقوى وخلقتي من ضعفك ده قوة. انتي بس كنتي بتمري باللي لازم تمري بيه. ان احنا كنا لازم نمر بالمرحلة دي عشان نوصل اللي احنا فيه دلوقتي. ضريبة. ضريبة، بس الضريبة كانت غالية وكبيرة، بس وصلتنا لنهاية كويسة، لنهاية أحسن من الأول. كفاية ان مفيش رجوع لورا تاني. ده أكبر مكسب أنت ممكن تاخده من الرحلة. وهنا يوريك ان الموضوع ما كانش سادة، لان احنا لو بيوحشنا القديم يبقى احنا لسه معاه، يبقى احنا للاسف ما عملناش اي حاجة، ما قطعناش ولا شوط في العلاج. طول ما انت بتبصي على اللي فات اكنه خلاص الحمد لله ده صفحة واتقفلت، خدنا منك كويس، اللي شكل نسختنا بتاعت دلوقتي هيفضل قدامنا عشان بس يبقى زي جايد، يعني دليل، حاجة كده تورينا ان احنا ما نكررش ده تاني، ان احنا لما يجي حد نعرف بناء على القديم هو عايز مننا ايه. مم. وبكده يمكن موضوعنا كان جد شوية، ما كانوش 5 جد، هم كانوا 50 جد، لان احنا 50 داخلين في جد. 50 دقيقة. بس دي حلقة من الحلقات اللي زي حلقات عملناها هتتكرر تاني، ومش هتبقى سيزون بس، ولا هيبقى ضيف بس، ضيف معين. وهنا ده هياخدنا لنهاية حلقتنا، واللي هي بتخلص لحد هنا، بس بياخدنا برضو ان انا قلت موضوعي، ايمانوفا قالت موضوعها، انت كمان عندك موضوع. وده بقى أيوة هيخليني اقول أكيد. لكم السوشيالز اللي في الديسكريبشن بوكس، الكومنتات، احنا بنقرا كل حاجة. اللي عنده حاجة أيوة، وحابب يبقى معانا يلا بينا، مش صعب انكم توصلوا لحد فينا، ونشوفه في حلقة جديدة. وعايزاكم تقولوا لنا برضو في الكومنتات امتى حسيتوا انكم مش نفس الشخص اللي كنتوا عليه زمان، وايه اكتر موقف غيركم. حتى لو تبعتوا لنا في الانبوكس، حسام هيشوف الرسايل وهنقراها الحلقة الجديدة. بالظبط. في دي ممكن ان كل حلقة ممكن يبقى فيها ردود تعمل حلقة كمان. في انستجرام اعتقد شانل ما فيهاش اوبشن الانبوكس، في انستجرام، اوكي. في الجيميل، في هنعمل واتساب شانل، دي فكرة فكرت فيها دلوقتي اصلا، نايس. وهحط اللينك. مش هنعمل ديسكورد، لان الديسكورد بالنسبة لي كجيمر حتى معقد، يعني ما بعرفش بصراحة ممكن نعمل استخدمه. تليجرام شانل على فكرة. هو تقريبا نفس الفكرة، بس حتة ان الواتساب تقريبا في م-م-م. ايدينا كلنا، فاحنا اوكي. هنعمل بالمتاح، وهنستنى بقى الحاجات اللي احنا عيب بقى ان انا اطلبها. هنعمل لايك، بس هطلبها يعني في مشكلة. هنعمل لايك، هنعمل سبسكرايب، اللينكات ناخد وندي مع بعض. ويا ريت الحلقة مش ما يبقاش فيها ضيف واحد، الحلقة زي ما قلت قبل كده ممكن تبقى ضيف واثنين وثلاثة، هي ملهاش سقف، هي غير سقف واحد بس، هو سقف النت. النت عندك تمام، هتكلمني، يلا بينا. هبعت لك لينك، هنهت ريكورد، وهتجيب كل اللي انت عايزه. هات النخاشيش، لازم في حد في نفس موقفك، بس انت احسن منه في حاجة، ان انت خدت ستيب ان انت تقول. مفيش حد صح. متخيل كمية الجمهور الصامت في اي بودكاست اهم بكتير من اي حاجة تانية، لان الصامت ده ممكن تبقى انت الاشياء بتاعته، ممكن تعليقك يبقى الشاي، ممكن حلقة زي دي تبقى الشاي. صح. حتى لو هتعمل الكومنت انونيمس بس اتكلم، ايوه. وقول انت اتغيرت امتى، وقفت الوقفة دي مع نفسك امتى، نفسك القديمة بتجيلك ولا لا، ولما بتجيلك بتقول لك ايه. وهنشوفكم الحلقة الجاية، تخاطيف جديدة وضيف جديد، وممكن برضو يبقى ايمانوفا عادي. الموضوع مش واقف على اي حد، ممكن تبقى انت، ممكن تبقى انتي صاحب اللايك او صاحبة الكومنت اللي على الحلقة، اللي عنده حاجة نفس الموضوع او موضوع مختلف. يلا بينا، نشوفكم الحلقة الجاية. سلام. سلام.